الجرامر بتاعك بقى الجزئيه دي حاجه اتعادت قبل كده كذا مره. جاب لك ازاي ان انا اعبر عن الالزام والضروره. في عندي الزام وضروره. طبعا اشهر حاجه انا بجيب بيها الالزام كلمه must. هنقولهم سريعا، احنا شرحناهم قبل كده. بستخدم ليه كلمه must؟ بستخدم اول حاجه كلمه must في حاجه اسمها strong deduction، استنتاج قوي، يعني انت عارف ان في حاجه موجوده متاكد منها. warm invitation معناها دعوه حاره، يعني ايه؟ شفت واحد زميلك فانت لا ده انت لازم تيجي تقعد معانا النهارده. make suggestions يبقى انت بتقدم اقتراحات، بتقترح على حد حاجه وبس انت بتاكد عليه فيها. strong advice انت هنا بتديله نصيحه قويه. strong reminder انت بتذكر نفسك او بتذكر غيرك بحاجه معينه، مثلا اقول لك ايه I must finish this work today، انا لازم اخلص الشغل ده النهارده. inner obligation الالزام الداخلي، زي ما احنا قلنا من شويه، انت كأنك انت بتاكد على نفسك حاجه انك انت تعملها. strong feeling لما يكون في عندي بيعبر عن مشاعر قويه، يعني مثلا اقول لك والله she must be sad لما سمعت الخبر ده. general rules اللي معناها القوانين او القواعد العامه بتاعت المكان. لما تيجي تحول تخليها تعملها مبنيه للمجهول اهو must be، وبعد كده تروح تجيب ايه؟ الشكل الثالث من الفعل. دي كده هناخد شويه ايه براكتس عليهم عشان ناكد عليهم. بصوا كده يا بطل. نمبر 1 You must see the new Peter Jackson movie. ده انت لازم تروح تتفرج على الفيلم بتاع بيتر جاكسون. It's fantastic. حاجة رائعة جدا. This is ايه؟ ده عبارة عن ايه؟ هل عبارة عن بعمل warm invitation ولا recommendation ولا deduction ولا general rule؟ لا، ده انا كده بعمل حاجة اسمها recommendation، ان انا بحبذ او بأرشح حاجة. 2 I must finish this project by tomorrow. انا لازم اخلص البروجكت بتاعي ده بكره. I have a strong desire. انا في رغبة قوية لده. This situation expresses الموقف ده بيعبر عن ايه؟ inner obligation الزام داخلي، warm invitation ولا دعوة حارة، general rule ولا strong advice. ده انا كده بعمل حاجة اسمها inner obligation، انت ملزم نفسك بحاجة. 3 You must come and have dinner with us. انت لازم تيجي تتغدى معانا النهارده. This is a. طب ده عبارة عن ايه؟ necessity، suggestion ولا warm invitation ولا strong advice. ده انت تعزمه على الغدا يبقى لازم تعمل حاجة اسمها ايه؟ warm invitation. 4 seat belts اللي هو الحزام الأمان بتاع العربية ماله؟ must be worn لازم تلبسه even in the back of the car، حتى لو انت قاعد فين؟ في الكرسي الخلفي من العربية. طب this sentence expresses ده بيعبر عن ايه؟ inner obligation ولا warm invitation ولا recommendation ولا general rule؟ ده بيقول لك ان عشان تلبس حزام بتاع العربيه ده اسمها ايه؟ general rule، يبقى في قاعده ايه؟ عامه. 5 they have a lot of money معاهم فلوس كتير. they live in a big house ده هم عايشين في بيت كبير. انت شفت البيت الكبير يبقى ده اكيد عندهم فلوس كتيره. طيب يبقى ده عباره عن ايه؟ they must ده كده بتعمل حاجه اسمها استنتاج، بتستنتج. يبقى they ايه؟ must ولا mustn't ولا needn't ولا have to؟ ده اكيد عندهم فلوس كتيره يبقى they must have a lot of money. 6 don't let me forget اوعى تخليني انسى. I ate some bread for dinner. انا لازم اعمل ايه؟ I mustn't buy ولا can't buy ولا must buy ولا has to؟ اكيد ايه؟ انا لازم اشتري ايه؟ خبز معايا. 7 the law ماله؟ القانون لازم ايه؟ must be obeyed. obey معناها يطيع يسمع كلام. must be obeyed ولا must obey ولا mustn't obey ولا should obey؟ ده القانون يجب ان يطاع، يبقى حد يسمع كلامه، يبقى ده جمله مبنيه للمجهول، يبقى must be ايه؟ must be obeyed. Number 8 I clean the kitchen before my mother gets back. ماشي، انضف المطبخ قبل ما ماما ترجع. I want to surprise her عايز اعمل لها مفاجاه. يبقى I must ولا mustn't ولا needn't ولا have to؟ اكيد لازم، انا لازم اعمل لها ايه؟ لازم انضف ايه؟
نظف المكان ده. سهله؟ تيجي نكمل. تعالى كده نشوف نمبر 98. My sister has made a nice cake. اختي عملت كيكه حلوه قوي. You it. طيب you mustn't try ولا must be tried ولا must try ولا shouldn't try. انت لازم تجربها، يبقى you must try it. هاجي نشوف اخر جمله معايا. نمبر 10 بتقول لك ايه؟ Your leg is bleeding. رجلك بتنزف. You a doctor. ده انت لازم تشوف دكتور. Must be seen ولا ought see ولا shouldn't ولا must see. ده انت لازم تشوف دكتور، يبقى must ايه؟ you must see ايه؟ must see يا دكتور. بيكمل هنا يا ابطال معايا مع must ويقول لي لو انت عاوز تعمل must في سؤال سهله خالص. هات must وحطها قبل الفاعل بتاعك وبعد كده هات الفعل في المصدر عادي، مفيش اي مشاكل. بقول لك ايه؟ must you bring that ugly dog to the restaurant. هو انت كان لازم تجيب الكلب الوحش ده معاك في المطعم؟ انت بتعبر عن حاجه اسمها ضيق، متذمر من حاجه. طيب خد بالك بقى من التركيبات اللي جايه دي. يقول لك ايه؟ it's a must. في اهي وهنا هتجيب to. تلاحظ ان في كل must انا ما بجيبش to، بتجيب must وبعديها الفعل في المصدر على طول. اما دي كلمه a must هنا هجيب ايه؟ to والمصدر. مين شبه كلمه must تاني؟ it's a necessity to. a necessity. بس بص دي it's necessary to. لاحظ الفرق؟ يبقى في فرق بين كلمه must و a must. a necessity و necessary. واخدين بالكم؟ كلهم بيجوا وراهم to ايه؟ to والمصدر. يعني مثلا it's a necessity for all citizens. والله من الضروري جدا كل المواطنين to pay their taxes on time. يدفعوا الضرائب. it's a must for all drivers. كل السواقين to follow the traffic rules. يتبعوا قوانين المرور. it's necessary for all the drivers to follow. اهو واخدين بالكم؟ سهله؟ يعني كم حاجه تاني مع كلمه must اللي بتعبر عن الضروره والالزام وبتلخبط كتير، كلمه اسمها have to او has to. have to و has to. بص كده باختصار، لو انت في حاجه مجبر عليها ومالكش اختيار تاني، يبقى عندك have to و has to. زي ايه؟ يعني مثلا يقول لك عشان تسافر محتاج الباسبورت بتاعك. طب هل حاجه تنفع تعملها؟ يعني مثلا تقول للراجل الضابط اللي هناك اللي في المطار، طب انا ممكن ادفع غرامه 500 جنيه اهي واسافر من غير باسبور؟ لا طبعا. تمام. اما مع كلمه ماست هو انت لازم حاجه تعملها بس ينفع تكسرها. يعني ايه ينفع اكسرها؟ انت عندك مثلا ايه قوانين بتاعه المرور، يقول لك ما تركنش هنا، ممنوع الركنه في مكان معين. طب لا انا هركن. طب انت مش قدرت تركن، يعني انت قدرت تعمل الحاجه، اي نعم هتبقى في غرامه بس انت قدرت تعملها. مع have to has to لا، ما عندكش اختيار تاني. يعني ما كانش في حاجه تاني متاحه ان انا اعملها. يعني مثلا هقول لك حاجه، عشان مثلا اقول لك ايه، والله عشان تخش كليه طب، والله عشان تخش كليه طب انت محتاج مثلا 98%. طب يا عم انا جبت 80%، ما تاخد 1000 جنيه وتدخلني، ادفع لك غرامه ودخلني؟ لا طبعا ما ينفعش. يبقى لما يكون في الزام ضروري، حاجه مالكش اختيار فيها، مالكش انك انت تعمل ليها بديل، يبقى دي have to has to. تمام. اما حاجه انت ملزم بيها بس ليك اختيار تاني تكسر القاعده دي، تكسر القانون ده حتى لو فيها غرامه بس تقدر تعملها، يبقى دي اسمها must. واضحه؟ يبقى انا عندي كلمه have to او has to، يبقى انا حد مضطر ان هو يعمله. يا اما مثلا الزام بيفرضه قانون في مواقف معين غير قابل للنقاش، ضروره مفروضه علينا وملناش فيها اي اختيار. بص كده احنا بنقول عليه من شويه لما يقول لك ايه have no choice ماليش اختيار. forced to اجبرت. obliged to اجبروني على ده. otherwise you will be fined هتتغرم. otherwise you will be punished هتعاقب. بص كده you have to wear a seat belt while driving. You can be fined if you don't. You have to complete your homework before you are allowed to play video games. يبقى في ضرورة إلزام عليك إنك أنت لازم تعمل. طيب
الالزام بتاعي ده ممكن يكون مضارع زي اللي خدناه من فوق كده، جه بعديها هاف وهاز وبعديها تو والمصدر. طب ممكن اعمله في الماضي وممكن اعمله في الفيوتشر. في الماضي ازاي؟ هتجيب الفاعل بتاعك بعديها هاد تو، ما ماضي بقى يبقى تجيب هاد وبعديها الفعل في المصدر. زيها زي مين؟ it was necessary to، كان من الضروري، وتجيب السبجكت بتاعك الفاعل وتقول needed اهي ماضي اهي وتو. تمام كده؟ مثلا بقول لك ايه؟ they had to call a taxi because their car broke down. كان مضطرين يروحوا التاكسي ان عربيتهم ايه؟ اتعطلت. طيب لو في المستقبل هتحط will، سهله اهي، يبقى تبقى ايه؟ هتجيب السبجكت بتاعك وتجيب will have to بعدها المصدر، او تقول it will be necessary to من الضروري، او يقول لك you will need to وتجيب بعد كده الفعل فين؟ في المصدر. فانت بتقول ايه هنا؟ they will have to find an alternative route if the main road is closed. يبقى لازم يلاقوا طريق بديل لو الطريق الاساسي بتاعهم ده كان ايه؟ كان مقفول. ما تيجي نشوف نعملها كويستشن ازاي؟ اهو قال لك ابدا بكلمه do او بكلمه does، do او does، وهات بعد كده الفاعل بتاعك وهات بعد كده كلمه اسمها have to. او ايه تاني؟ have او has وتجيب الفاعل وتجيب كلمه اسمها got to. اهو بيقول لك ايه؟ do you have to wear a helmet او do you have to pay your taxes، او ممكن تقول لك ايه؟ have you got to wear a helmet. ماشي؟ يبقى ابتديت بهاف وهستخدم معايا كلمه ايه؟ كلمه got. واضحه؟ تعالى نكمل. يلا كده يا ابطال نخش على الجزئيه بتاعت حاجه اسمها البروهيبشن، ودي معناها المنع والتحريم. يبقى انا كنت بقول لك من شويه انت لازم تعمل ده، طب انا عايز امنعك انك تعمل ده، هتقول ايه بقى؟ عندك الكلمه الاساسيه بتاعتك اللي اسمها كلمه mustn't. طب ايه تاني؟ عندك كلمه اسمها banned from وبيجي لها بعديها فعل مع ing. جميل. يبقى تقول ايه؟ he is banned from going out. طيب not allowed وبيجي بعديها to المصدر، يبقى to go out. against the law to وبعديها بعرف المصدر برضو تقول to go out، نفس الفكره. forbidden حاجه ممنوعه وبعديها برضو ايه؟ تقول ايه؟ to infinitive. جميل. prohibited وبرضو بعديها to المصدر. illegal to المصدر. يبقى الحاجه الوحيده اللي جه وراها فعل مع ing كلمه اسمها banned from whatever by ing. الباقي كله بيجي وراه ايه؟ to المصدر. تعال ناخد دلوقتي عكس اللي فات ده. عكس اللي فات ازاي؟ انا خدنا في الجزء اللي فات في ضروره، في الزام. انا دلوقتي عاوز اعمل لا عدم ضروره، عندي في حاجه انت مش مجبر انك انت تعملها، حاجه براحتك بقى بنسميها lack of necessity. يبقى حاجه ايه؟ براحتك، عملتها ما عملتهاش مش مشكله، براحتك. بتستخدمها ازاي بقى؟ قال لك بص يا سيدي، عندك كيف تجيب كلمه don't او كلمه doesn't وبعديها have to وبعديها فعل في المصدر. ماشي. او ممكن تقول ايه؟ don't او doesn't need to وبعدها الفعل في المصدر. ماشي. او تجيب كلمه اسمها needn't وبعدها الفعل في المصدر. طب يا مستر لو انا هتلخبط ما بين دي وما بين دي، بص يا سيدي، انت جبت النفي فين هنا؟ بعيد عنها خالص، يبقى قلت don't و doesn't need had to. هنا انت جبت النفي فيها هي نفسها، انت جبت كلمه need ورحت حاططها. يعني بص كده بقول لك حاجه تاني، مش needn't جه اخرها حرف تي و2 اولها حرف تي، بقول لك ما تجيبش 2 تي ورا بعض، ما تجيبش 2 تي ورا بعض اهو. يعني ما تقولش needn't to، غلط. ماشي؟ يبقى needn't وبعد الفعل في المصدر على طول. ايه تاني معناه عدم ضروره؟ كلمه اسمها it's unnecessary to. ايه تاني؟ it's up to you to. ايه تاني؟ it's optional. if you don't want to you are free. you have the right to choose. كل الكلام ده معناها حاجه ايه؟ مش الزام عليك انك انت تعمل. واضحه؟ انا كمل.
انا عندي زي ما خدت من شويه في حاجه اسمها الزام في المستقبل وحاجه الزام في الماضي وحاجه الزام في المضارع وليله كبيره. عدم الالزام ونقص الضروره برضو موجود معايا في الايه الماضي والمضارع وبرضو في المستقبل. بص يا ابطال، انت هتعمل ازاي لو انت قلت حاجه ما كنتش لازم ان انا اعملها؟ حاجه في الماضي يبقى تجيب كلمه didn't اهي، have to، مش كنت بتقول من شويه don't و doesn't have to، دي مضارع عشان تعملها past ماضي هات didn't، يبقى didn't have to هات بعدها فعل في المصدر. ممتاز. في شكل تاني عندك كلمه اسمها needn't have وبعد كده third form of the verb. ركز هنا، انت بتقول didn't have to صح needn't have والthird form of the verb. ممتاز. طب في فرق ما بين الاثنين؟ في فرق بسيط. ازاي؟ بص يا سيدي، لو في حاجه ما كانش داعي انك انت تعملها وعشان كده انا ما عملتهاش. ايه يا ابني انت ما رحتش تشتري المدرسه امبارح؟ والله ده كان اجازه ما كانش لازم ان انا اروح وعشان كده ما رحتش، يبقى I didn't have to go. طيب لو حاجه ما كانش لازم تعمله بس انت عملته، يعني مثلا كان في عيش في البيت فانت جبت عيش، يقول لك والله ما كانش لازم ان انا اشتري بس اشتريت خلاص، يبقى تقول لك ايه I needn't have ايه with third form of verb. تعالوا نشوفهم في examples عشان يبقوا باينين اكتر. بيقول لك ايه she needn't have brought extra blankets، ما كانش لازم تجيب معاها بطاطين تاني، يبقى كده هي جابت اهو I had plenty of them. بيقول لك ايه I needn't have reserved، ما كانش لازم ان انا احجز seat for him because after I did. يبقى حاجه انت عملتها، يبقى حاجه ما كانش لازم تعملها بس انت عملتها. she didn't have to cook، ما كانش لازم انها تطبخ وصل ما طبختش because I had already made a reservation at the restaurant، عملت حجز فين في المطعم. مستر طارق couldn't accept the invitation، ما قدرش يقبل ايه الدعوه. I didn't have to reserve a seat، وعشان كده ما كانش لازم ما كانش من ضروري ان انا احجز كرسي. يبقى هنا لو عاوز تقول ان في حاجه ما كانتش ضروريه وما حصلتش يبقى didn't have to، حاجه ما كانتش ضروريه بس حصلت يبقى needn't to have with third form of the verb. سهله؟ تعالوا نشوف اللي بعدها. دلوقتي يا ابطال هناخد اخر جزئيه معانا في الجرامر ده، وبتتكلم عن حاجه اسمها should او shouldn't. في must و have to عندك الزام، انا بديك حاجه انت ملزم بيها. جميل. كلمه should انا بديك نصيحه، بس ايه الفرق يا مستر ما بين كلمه must في النصيحه وشود في النصيحه؟ must انت بتديها لحد لما انت تكون حاسس ان في مشكله او ضرر كبير هيحصل عليه لو ما عملش ده. يعني مثلا شايف واحد تعبان جدا بينزف في درجه حرارته عاليه، فانت هتقول له ايه you must see a doctor، لازم تروح تشوف الدكتور. ليه؟ عشان حاسس انه ما عملش ده في خطر هيحصل. اما كلمه should او shouldn't انا بديك نصيحه بس اللي هو من وجهه نظري انا، اللي هي ممكن ما يحصلكش ضرر كبير لو انت عملتهاش. مثلا يقول لك ايه هتجيب الفاعل بتاعك، تجيب كلمه should تحط بعديها المصدر. طب لو حاجه مبنيه للمجهول هتجيب بي وبعدها الثيرد فورم اوف ذا فيرب زي ما خدنا احنا المبني للمجهول زمان. ايه تاني شبهها؟ تلاحظ ان كلمه should او shouldn't ما بيجيش بعدها to، بيجي بعدها بالظبط. بس بص دول had better وما يجيش برضو بعدها to، بيجي بعدها فعل في المصدر على طول. had better not وتجي برضو بعدها فعل في المصدر، زي بكده دي شبه كلمة should ودي شبه كلمة shouldn't. طب ايه تاني؟ عندك كلمة اسمها ought to، نفيها ought not to. ايه تاني؟ it's advisable to. if I were you I would، برضو حاجة في عطاء عطاء النصيحة. كلام جميل؟ يعني كمل. هنوصل دلوقتي للجزئيه بتاعت لو انت عاوز تلوم حد، بتلومه على حاجه كان المفروض يعملها او على حاجه عملها، بتعمل regret او blame، في عندي ندم واللوم. بص يا سيدي كان بتكلم فيه عن الماضي، كان فيه عن عن الماضي. should have with third form of the verb، يقول لك يا ريتك كنت عملت ده، كان لازم تعمل ده، يبقى حاجه انت ما عملتهاش. shouldn't have with third form of the verb يبقى كده معناها بيقول لك ما كانش لازم تعمل ده، يبقى انت هنا في حاجه انت ما عملتهاش، يقول لك يا ريتك كنت عملت،
اما هنا حاجه انت عملتها ولك ريتك وكنت عملتها اهو. مثلا ليزا ate the cookies، كلت الكوكيز كله. you shouldn't have left them out، ما كانش لازم تسيبهم بره طفصه وكلته. هنعملها ايه؟ ماكس broke the toy، الولد اسمه ماكس كسر اللعبه بتاعته. you shouldn't have let him play with it، يعني ما كانش المفروض تسيبه ان هو ايه يلعب بيه. قبل ما اقفل اليونت تعال ناخد شويه تدريبات عليهم مجمعين كده على الجرامر بتاعنا عشان ناكد عليهم. يلا بينا. بص كده يا ابطال، يلا شوف اول واحده. they pay their bills، يدفع الفواتير بتاعته. on time to avoid late fees، عشان ايه ما يدفعوش غرامه تاخير. they must ولا have to ولا has to ولا necessary. ده كده معناها في اجبار عليهم، يبقى they have to pay. I really phone وسام. I really phone ايه وسام، عايز اتصل بيه. I promise يبقى هيقول لك ايه هنا؟ ايوه I must phone وسام، انا لازم اتصل باسام. Your leg is bleeding، رجلك بتنزف. You see a doctor، تشوف دكتور. ايوه يبقى you must see a doctor. 53 it's a for me to get some money from the bank. طيب it's ايه بقى؟ a necessary must ولا have to ولا needed؟ مين بيجي قبلها it's a must. ممتاز. التانية اسمها necessity، خد بالك مع a. 54 in the past we hadn't any emails، ما كانش عندنا ايميلات. so we write and send letters. 54 بتقول لك ايه؟ in the past we hadn't any emails، ما كانش عندنا ايميلات. so we write and send letters، كان لازم ما كانش معانا غير حاجه غير ان احنا ايه نبعت جوابات. حلو. طب هنا انت بتتكلم فيه عن الماضي صح؟ يبقى had to. 55 he got to Alex by train، بالقطر because his car was being repaired، عربيته كانت بتتصلح. طب دي كده كانت ماضي يبقى had to. 56 you eat this villa it's a bargain، يعني ده صفقة حلوة، يعني خد ده لقطة يعني. you have ولا need ولا mustn't ولا must، ده انت لازم تشتريها، يبقى هو بيدينا نصيحة you must. 57 talk while you are eating، تتكلم أثناء ما أنت بتاكل. have you to must you do you need ولا do you have حاجة اسمها ايه must you، معناتها بتعبر عن حاجة أنت ايه مش حاببها، هو أنت لازم تعمل ده، لازم تعمل ده. تعالى كده 58 بتقول لك ايه؟ a passenger، الركاب show his passport when he leaves the country، يشوف ايه الباسبورت بتاعه، يبقى ايه؟ يبقى passenger ماله بقى must. طب ليه يا مستر جبتها لي must؟ عشان قال لك it's a general ايه rule. وتلاحظ حتى في الاختيارات هو بوظها لك. يعني مثلا لو كانت جاب لك كلمه has عشان passenger عاوزه بعديها ايه؟ عاوزه بعديها has. ممتاز. هو جاب لك بس ايه have. 59 when you leave the country، لما تيجي تسافر you show your passport. هنا بقول لك ايه بقى؟ هنا بقى you have to show your passport. 60 your license has expired، الرخصة بتاعتك انتهت. so you renew it. have to needs to must، طبعا قانون لازم تعمله يبقى have to. 61 policeman، الشرطة wear a uniform it's a general rule. اول ما يقول لك general rule يبقى انت بتختار ايه؟ must. خلاص. according to my promise، يبقى في promise يبقى هيعمل ايه هنا؟ have to ولا needn't ولا must ولا mustn't، يبقى اكيد ايه؟ must. your eyes look very red، عينيك حمراء قوي. you see an oculist، طبيب عيون. طب هنا هتعمل ايه هنا؟ قال لك ايه؟ you must، عشان شايف ان في خطر ممكن يحصل عليه. my sight is very poor، الرؤية بتاعتي او النظر بتاعي ضعف. I wear glasses، يبقى انا لازم يبقى هنا اي حاجة مضطر عليها يبقى I have to. he had to come early، كان لازم يجي بدري. because it was had ده ماضي، يبقى عاوزين ماضي
At my sports club everyone wear flat shoes. في السبورتس كلاب في النادي الرياضي يلبس فلات شوز، يعني مش حاجه ليها كعب. It's obligatory rule. يبقى everyone بقى must عشان rule. حلو. You keep playing that terrible music. ده في الكويستشن وفي حاجه هنا وحشه، في تذمر، يبقى تقول له تقول له must. عندك بعد كده نمبر 68 بيقول لك you try playing basketball. It's a great game. يبقى تقول له هنا بيدي له نصيحه او بيعمل recommendation، فانت بتقول له بتقول له you must. اخر واحده معايا بيقول لك you never break the law. اوعى تكسر القوانين. يبقى you mustn't never ولا you must never. يا مستر انا فاكر ان كلمه never ما ينفعش تيجي مع نيجاتيف. شاطر، فانت لازم تيجي معاها كلمه اصل. سهله كده يا ابطال. بكده نكون خلصنا اليونت كامله معانا الفوكابلري بالجرامر بتاعها. يا رب نكون استفدنا. ما تنسوش كتاب الروشته بتاعنا لو محتاجه ابعت لي وانا هقول لك التفاصيل. اشوفكم على خير في يونت تانية جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.